التحية بيكم دايما وبنرحب بضيفنا الأستاذ وليد قاسم رئيس تحليل موقع كرابي. أهلا بيك يا وليد في صفحة الرياضة. اهلا وسهلا بحضرتك. سعداء بيك دايما. انا اسعد طبعا. خلينا نبدأ عشان موضوعاتنا كتير النهاردة من حسام البدري من جريدة الجمهورية. البدري على خطى مارتن يول واللاعبون سعداء بعودته. عايز أعرف على خطى مارتن يول في إيه. من جريدة الأهرام في مؤتمر صحفي غدا المقصود بها السبت إن شاء الله، حسام البدري يعلن تفاصيل تعاقده مع الأهلي. أيوب ومعوض في الجهاز المعاون، والمدير الفني الجديد يبحث عن مدرب أحمال أجنبي. و من جريدة المصري اليوم، البدري يبدأ مهمة إنقاذ الأهلي بالقضاء على مراكز القوى. خلاف حول الجهاز المعاون، أيوب ومعوض يقتربان والإبقاء على عبد الحفيظ وتشكيل لجنة فنية لإدارة الكرة. كمان عايزين نعرف اللجنة الفنية مهمها إيه، والقضاء على مراكز القوى إيه المقصود بيها. طبعا نبدأ النادي الاهلي نبدا من النادي الاهلي طبعا. نعم. النادي الاهلي عانى الفتره اللي فاتت مع المدير الفني الاجنبي مارتن يول، طبعا اسم كبير، واول ما جه النادي الاهلي حقق نجاحات كبيره. بعد كده ابتدى يفقد ثقته عند جمهور النادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي اتعود على بطولات. يمكن تصريحات مارتن يول كان بجانبها التوفيق في بعض الامور، خاصه انه خسر اهم مركز عنده في الفرقه مع خسارته لشريف اكرامي لما شايله المسؤوليه عن خساره مباراه اسك. نعم. كلنا استغربنا ان هو ضحى بيه. بعد كده شفنا ان خسر بطولتين في اسبوع واحد، بطوله افريقيا اللي جمهور النادي الاهلي مش متعود يخسرها، والنادي الاهلي خسر كمان قدام نادي الزمالك في نهائي كاس مصر. خسر كاس وخسر مباراه امام الزمالك. نعم. ده ادى لانهيار النادي الاهلي فنيا. ان مجلس اداره حب ان هو ينقذ الموقف سريعا. حاول يقعد مارتن يول فعلا قعد. بعد كده تدخل من جانب الجمهور. مارتن يول خد قرار انه هيمشي في ظروف كده، يلا هيمشي خلاص، مشي. احتفلوا بالدوري. الفريق كان عنده مباراه امام اسك، كان المفروض ان مارتن يولي يكمل حتى مباراه اسك، ما كملش. مجلس الاداره من 4 أو 5 ايام تم الاتفاق مع الكابتن حسام البدري. كان في جلسه جمعت مهندس محمود طاهر، هم اتفقوا ان هيكون المدير الفني هيكون مصري. قعدوا مع بعض، ما اعلنوش، اتفقوا على كل التفاصيل وبعد كده اعلنوا. يمكن كان في جلسه حلفوا فيها على المصحف ان هم مش هيتكلموا عن اي تفاصيل الا لما يعلن مجلس الاداره. وبالفعل امبارح تم الاعلان عن الكابتن حسام البدري مدير فني. الجهاز المعاون هيكون معاه الكابتن احمد ايوب والكابتن سيد معوض وطارق سليمان مدرب حراس مرمى وكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره. اعتقد ان لسه الامور ما خلصتش بصوره كامله. ممكن يبقى في اسم ممكن يطرح جوه الجهاز تاني داخل الجهاز تاني، اسم سمير كمونه، وده يعني من قبل رئيس النادي الاهلي. طبعا نادي الكابتن حسام مطروح ليه اسم سمير كمونه في الجهاز. مدرب شاب من ابناء النادي الاهلي، خد فرصه كمدير فني قبل كده في عده انديه. يمكن شفناه في غزل المحله وشفناه مع الرجاء، قدم مستوى متميز جدا، كان من ضمن الاسماء المرشحه. نسيت اقول لحضرتك ان الاسماء المرشحه كان موجود كابتن هاني رمزي، كابتن ضياء السيد. دول المديرين الفنيين المصريين اللي هم ما كانوش خدوا فرصه خلال الفتره اللي فاتت، سواء الكابتن هاني رمزي او الكابتن ضياء السيد. كانوا قريبين جدا وكان في مفاضله ما بينهم، ولكن مجلس الاداره اختار الكابتن حسام البدري انه يكون مدير فني النادي الاهلي للمره الثالثه. كده الرقم ده بيعادل رقم مانويل جوزيف توليه مسؤوليه النادي الاهلي المره الثالثه في تاريخه. نجوم من النادي الاهلي عبروا عن تعيين حسام البدري يعني بطريقه رافضه شويه. يعني في مثلا محمد عماره له تصريح انه هو الاهلي ما فيهوش غير حسام البدري. احمد بلال فين مبادئ النادي الاهلي؟ بصي خلينا نتفق بس ان بالتحديد يمكن بالتحديد الكابتن عماره والكابتن بلال كانوا موجودين مع خلينا نتكلم بصراحه، كانوا موجودين مع مجلس محمود طاهر وبيدعموه ايام الانتخابات. كان تم وعدهم ان هم يكونوا موجودين وليهم دور داخل النادي الاهلي. الدور ده ما خدوهوش. طبعا هيبقى في استياء من كل التصرفات وكل التصريحات اللي موجوده. عشان تبقى الامور واضحه بصراحه، هم المجلس هو اللي وعدهم وهو اللي تخلى عنهم. انت كل ولاد النادي الاهلي سواء، يبقى انت لازم تدي الفرصه لكل الناس. وجود حسام البدري اعتقد ان هو الاصلح فنيا. كابتن حسام عنده بعض الامور اللي هو متميز فيها. كابتن حسام شخصيه قويه، يقدر يقود اللعيبه دي، وعنده قدره على التعامل مع نجوم زي حسام غالي وشريف اكرامي وحسام عاشور. التعامل معاهم صعب. التعامل معاهم حضرتك بتتكلمي على مراكز القوه ايوه، يعني هل النجوم هي مراكز القوه في الفريق ولا في مراكز قوه؟ في مراكز قوه في الفريق النجوم. لما تبقى فرقه فيها عدد كبير من النجوم، اعتقد التعامل معاهم لازم يكون في شخصيه قياديه هي اللي تقدر تسيطر على النجوم دي وتقدر توظفهم في الملعب. شفنا ده قبل كده في الجيل اللي كان موجود فيه بركات وبتريكا واحمد فتحي. اعتقد ان كابتن حسام البدري اختيار ناجح زي ما قلت لحضرتك لعده جوانب يعني.
هيقدر يتعامل مع اللعيبه وكل اللعيبه واثقه فيه. هيقدر يغير من شكل اللعيبه ويقدر يعمل جيل جديد، يقدر يدمج عنصر الخبره بعنصر الشباب. عنده الجرأه ان هو يطلع لعيبه من قطاع الناشئين، وشفناه قبل كده اول ما جه ادى الفرصه لتريزيجيه وادى الفرصه لبعض اللعيبه من قطاع الناشئين. وده مهم جدا ان الانديه تصعد من قطاع الناشئين. يعني لو اتكلمنا عن نادي الزمالك بالتحديد، نادي الزمالك السنه دي مشتري من 15 او 16 لاعب، ما صعدش ولا لعيب في قطاع الناشئين على مدار الثلاث سنين اللي فاتت. ما شفناش اي ناشئ في قطاع الناشئين نادي الزمالك صعد. شفنا النادي الاهلي السنه دي لما طلع رمضان صبحي واداله الفرصه، رمضان صبحي جاب فلوس قد ايه للنادي الاهلي. اعتقد ان ده عمل توازن مادي لمجلس اداره النادي الاهلي. نعم. حسام البدري بيؤخذ عليه احيانا ان هو يعني يكون في الاهلي يفكر في المنتخب الاول، يكون في المنتخب الاولمبي يفكر في العوده للاهلي. بتشوف ازاي يعني طموحات حسام البدري في السنوات الاخيره؟ اي حد ليه طموح، والطموح ده شيء مشروع جدا، ولكن لازم نحترم تعاقداتنا. كابتن حسام البدري كان موجود مع النادي الاهلي وجات له فرصه، اعتقد في الوقت ده ما كانتش تتعوض. المبلغ المادي كان كبير جدا في ظل ان اجواء الدوري ما كانتش منتظمه في مصر، طبيعي ان هو يفكر في ده. والنادي الاهلي ما فيش قرار بمنع حسام البدري. حسام البدري ابن من ابناء النادي الاهلي، فما فيش قرار رسمي بمنع حسام البدري من ان هو يرجع النادي الاهلي تاني. واتمنى له التوفيق، لان نجاح حسام البدري ونجاح للمدرب المصري. خلينا نتفق ان الاهلي والزمالك لما يداروا بمدربين مصريين، اعتقد ان ده في صالح الرياضه المصريه. لما الكابتن حسام البدري ماديا مرتبه لن يزيد باي حال من الاحوال عن 250 الف جنيه، لما تيجي تتكلم حضرتك عن مارتن يول وجهازه بمليون وربع، اعتقد المسافه صعبه جدا في ظل ان احنا بنعاني من ازمه الدولار. صحيح. فلما يكون المدير الفني المصري، وشفنا المدير الفني الاجنبي ما اضافش جديد، ما طورش جديد للكره المصريه، ما اضافش طريقه لعب جديده، ما قدمش اللي احنا اوراق اعتماده عند جمهور النادي الاهلي او جمهور الزمالك. لغايه دلوقتي ما شفناش مدير فني علم غير مانويل جوزيه وفيريرا. طب عايزين نتكلم برضو في تشكيل لجنه فنيه بقطاع الكره برئاسه الكابتن علاء ميهوب. يعني هيكون ايه صلاحياتها او انا مش عارف صلاحيات اللجنه الفنيه دي ايه هي. مجلس اداره النادي الاهلي اعتقد انه عنده حاله من التخبط شويه في قراراته. لسه القرارات انا عاوز اجامل قد على قدر الاستطاع. لازم يحدد ايه هي الجوب ديسكريبشن، المهام الوظيفيه بتاعه اللجنه اللي موجوده دي، هيبقى دورها ايه بالظبط. هل هي دي لجنه كوره بمهام لجنه الكوره اللي قبل كده؟ هل هتكون ليها دور فعال في اداره كره القدم داخل النادي الاهلي ولا لا؟ اعتقد ان الايام اللي جايه هي اللي هتبين الدور ده. هل اللجنه دي لجنه شكليه ولا هيكون ليها دور على ارض الواقع؟ اتمنى ان يكون ليها دور، يعني لجنه فيها كابتن علاء، واعتقد ان هي هتكون، اتمنى ان هي تكون اضافه يعني لقطاع الكره في النادي الاهلي. ولا هي رد فعل لانتقادات كتيره برضو وجهت لمجلس اداره النادي الاهلي برئاسه محمود طاهر انه ما فيش لجنه كره بتضم نجوم الاهلي الكبار؟ بص، خلينا نتكلم بصراحه. المجلس السابق للنادي الاهلي كان فيه الكابتن حسن حمدي والكابتن خطيب، اعتقد قامتين كبار قوي في كره القدم. صحيح. فلما تيجي للمجلس اللي بعده هيجي بعده المجلس ده اول مره يتحط في المشهد، فهو بدون خبره التعامل مع المواقف دي. لو الجهاز الفني ده ما كملش هتعامل معاه في اللي جاي ازاي، او الموقف ده اخرج منه ازاي. ما عندهمش الخبره الكافيه. ولكن مجلس الكابتن حسن حمدي والكابتن خطيب اعتقد ان هم كانوا موجودين كلعيبه وكمديرين كوره وكاعضاء مجلس اداره، يعني كل المناصب الى ان بقى رئيس النادي الكابتن حسن حمدي والكابتن محمود الخطيب. خبرات سواء كلاعب، كمدير كوره، كلجنه كوره، كعضو مجلس اداره. اعتقد كل الخبرات دي كلها بتكون تراكميه، يعني بيجي وقتها اللي بيستفيد منها النادي الاهلي. نعم. من مجله الاهرام الرياضي الزميل العزيز محسن لملوم عامل تقرير عن كيف يرى ابناء الجزيره ازمه ناديهم. هو تقرير محترم الحقيقه، لانه جمع اراء كتير واجيال كتير في نفس الوقت. محمد فاروق بيتكلم عن ان السبب ثقافه الجماهير وضغوط المباريات. أحمد بلال الإدارة مسؤولة عما يحدث ويجب الاهتمام بقطاع الناشئين. ربيع ياسين ما يحدث للفريق الطبيعي ولا بد من مدرب قوي الشخصية. وطبعا المجلة مثلت للطبع أو طبعت قبل الإعلان عن حسام البدري. طبعا كل الكلام ده كلام منطقي جدا. أنا عايز الكابتن عادل طعيمة بس رئيس قطاع الناشئين ونجم الأهلي السابق بيتكلم عن أنه عكس كل المتحدثين، يعني بيقول انه لا يرى انه في ازمه، لان حسابات الارقام بتقول ان الاهلي بطل الدوري. نعم. كل ده كلام محترم جدا جدا جدا. عايز اوضح موضوع ضغوط المباريات. احنا بقالنا 3 أو 4 مواسم ما عندناش فتره راحه سلبيه ما بين المواسم وبعضها. بنلعب مباريات في تخبط اداري. شايف ان الازمه عند اتحاد الكوره.
ده جزء مش الكل. النادي الاهلي او نادي الزمالك او الانديه اللي بتلعب افريقيا مكمله لغايه اخر السنه دي. الانديه دي ما خدتش فتره راحه، ما عملتش معسكرات. نادي الزمالك مش عارف يجمع قوام فرقته عشان يعمل معسكر سواء في الامارات او في القاهره. اعتقد ان الامر ده صعب شويه، ولجنه المسابقات عليها دور كبير، واتحاد الكوره القادم عليه دور كبير في اداره اللعبه. تبقى اللعبه منظمه. ليكي حضرتك تتخيلي ان احنا الموسم الماضي بدا في شهر 7، في شهر 8 انتهى الموسم في شهر 7. بنلعب 11 شهر في السنه. طب ليه؟ الموضوع سهل جدا. بنشوف الدوري الانجليزي الاجواء فيه حماسيه واغلى دوري على مستوى العالم، بيبقى معروف هيبدا امتى والتوقفات امتى. احنا مش عارفين ندير مسابقه ليه، واحنا بنعمل مسابقه موجهه اصلا. بنقول الاهلي والزمالك يبقى اخر ماتش. انت ازاي؟ صحيح. ازاي عاوز يبقى فيه تنافس ازاي؟ طب ما انت هتيجي الماتش الاخير هيبقى الموضوع انتهى، زي حسم زي المباراه اللي فاتت دي، هتطلع بالمستوى فني لا يليق بالاهلي والزمالك. انت ليه توصل للموضوع ان هو يبقى منظم؟ الناشئين، ان موضوع الناشئين برضه طبعا عاوز زي ما كنا اتكلمنا عنه، قطاعات الناشئين في الانديه يعني ما بنشوفهاش موجوده. والاهلي والزمالك المفروض ان الغرض من قطاع الناشئين ان هو يصعد لاعبين للفريق الاول. نعم. الاستاذ خالد فؤاد في جريده الاهرام بيتكلم عن لماذا البدري. بيقول انه جاء اختيار مجلس الاداره برئاسة المهندس محمود طاهر بتولي حسام البدري قيادة الفريق الكروي الأول قرارا صائبا للغاية في تلك المرحلة الحساسة من عمر النادي الأهلي الأكثر شعبية في مصر، بعدما تعرض النادي لعدة هزات خلال الأيام السابقة، كان من أهمها خسارة بطولة كأس مصر ثم الخروج من دوري أبطال أفريقيا، مما أحدث شرخا كبيرا إلى آخره. وبيتكلم خالد فؤاد عن إن البدري أمامه مهام صعبة للغاية، أهمها كابتن الفريق حسام غالي، في ظل الأنباء المترددة عن نية رحيله أو اعتزاله اللاعب، بالرغم من أنه قوة ضاربة في صفوف الفريق. كل الأخبار على حسام غالي. حسام غالي لاعب بيحب النادي الأهلي جدا، هو لاعب مهم يعني، لاعب مهم جدا يعني وافقنا او اعترضنا، هو لاعب مهم. كلنا نتفق ان حسام غالي لاعب مهم جدا داخل اعترضنا على شخصيه حسام، مش بعترض على فنياته. ممكن احب حد بس احبه بطريقه غلط. هو لازم يتم توجيهه. ما ينفعش يهاجم اللعيبه او يبقى في مشاكل. الفرقه في الفتره اللي جايه مش محتاجه مشاكل، واعتقد ان هيبقى في جلسه ما بينه وما بين الكابتن حسام البدري، لانه اكيد هو محتاج له، ولكن هيتم تطعيم ببعض اللعيبه اللي تاخد فرصتها الفتره اللي جايه مع حسام البدري. هنشوف السوليه هنشوفه بنسبه كبيره، وهنشوف بعض اللعيبه اللي الكابتن حسام البدري بيقتنع بيهم. نعم. طيب اليوم السابع وحوار للكابتن حسام البدري اجراه فتحي الشافعي. حسام البدري لليوم السابع: ما تخافوش، الاهلي حديد، انتظروا انتفاضه حمراء، اتهامات وجودي بسبب الدولارات باطله، لا مكان للمستهترين، وغالي ابو الرجوله، إكرامي شال الفريق كتير، التاريخ ينحاز لمتعب، هذا رأيي في اقتحام الألتراس وهنقوله، ومن قال أنني ممنوع من تدريب الفريق. طيب ده كلام جميل جدا. كابتن حسام بيغازل اللعيبه الكبار زي ما قلت لحضرتك، ان هو بيعرف يتعامل مع نجوم الفريق زي غالي وفتحي وعاشور ومتعب. اعتقد ان هو هيقدر يقعد معاهم ويتكلم معاهم، وهيتكلم معاهم من اول الموسم هو عاوز منهم ايه المرحله اللي جايه، علشان تبقى الامور واضحه. وقدر يحتوي غضب وثوره شريف اكرامي من الطريقه اللي اتعامل بيها مارتن يول معاه. اعتقد ان الكابتن حسام هيتعامل من الناحيه النفسيه اكتر مع اللعيبه، وده هيبقى ليه تاثير ايجابي جدا واضح من تصريحاته مع زميلنا فتحي الشافعي. نعم. عن هجوم الالتراس قال: لا اريد النظر للوراء، ارغب في بدايه صفحه جديده مع الجميع، فاللاعبون لم يقصروا في ضياع الكأس ولا الخروج من بطولة أفريقيا، وإن كانت هناك أخطاء. وبيتكلم كمان بيقول إنه جمهور الفريق من حقه أن يغضب، لكن ليس بدرجة الهجوم على اللاعبين أو توجيه ألفاظ خارجة لهم. عموما أتمنى أن تنتهي هذه المرحلة بحساسيتها. طبعا موضوع الجمهور ده قضيه شائكه في الفتره اللي فاتت. الجمهور النادي الاهلي يمكن تعامل مع الموقف بطريقه غلط جدا، يمكن هي دي الدبه اللي هتقدر صاحبها. موقف صعب جدا 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 حطوا فيه النادي الاهلي. مش معنى النادي الاهلي يخسر بطوله الجمهور يروح ويهاجم لعيبته بالطريقه اللي كلنا نختلف عليها دي. عاوزين الجمهور شويه يخرج بره تعصبه. النادي الاهلي الرياضه مكسب وخساره، عاوزين نتفق ده. وشفنا رياضات تانية في الاولمبياد الناس بتحقق ارقام قياسيه وبتحقق
بنحقق ميداليات والموضوع بسيط جدا عندهم. احنا اللي لازم يعني يبقى الموضوع بالنسبه لنا بسيط. احنا شعب 90 مليون، كرة القدم هي بالنسبة لنا العنصر الرئيسي، كلنا بنجري نتكالب عشان نمارس كرة القدم ونشجعها، ولكن بنشجعها بطريقة غلط. احنا عندنا اقل من نسبة من 1% من عدد السكان دول ممارسين لكرة القدم. احنا بنقول احنا شعب عاشق للكرة، مش قادرين نطلع 20 لعيب يودونا كاس العالم. رحنا كاس العالم بس مرتين، 1% ممارسين و90 مليون خبراء ومحللين ونقاد وجماهير، وبنتعامل مع الموضوع كلنا بطريقة بنقول رأينا في الكورة. كلنا بنتكلم في الكورة. حضرتك دلوقتي السوشيال ميديا سهل جدا، كل واحد يقول كل حاجة ويشتم ده ويعمل ده، والمسألة بسيطة جدا جدا. لازم نتعامل مع الموضوع بهدوء اكتر. الرياضة اصلا تهذيب للنفس، فاحنا لو خدنا الرياضه تعصب والاهلي والزمالك، الموضوع يا جماعه مش مستاهل. اللعيبه بره اطار الكوره هم اصدقاء، احنا اللي بنصعب الموضوع على نفسينا. يمكن الدوله كمان يبقى لها دور يا كابتن ان هي تنمي الالعاب الاخرى. يعني بنشوف الفولي والباسكت والهاندبول والسباحه، في العاب اولمبيه تقدر ان الولاد الصغيرين يلعبوها. عندنا قطاعات في الريف المصري وفي صعيد مصر يقدروا يلعبوا رفع اثقال ويلعبوا رمايه. يقدر الالعاب دي تقدر تكون موجوده. اعتقد ان كل ده هيكون في الصالح العام لصالح الرياضه المصريه، عشان نبقى ممارسين للرياضه. وده كمان هيساهم معانا ان احنا نخرج من بره التعصب الجماهيري اللي احنا بنشوفه في ملاعبنا. لو في العاب، لو شفنا العاب زي السباحه، يعني ابتدينا نتجه لالعاب السباحه ويبقى عندنا مسابقات كبيره في السباحه ونوسع قطاع الممارسه، اعتقد ان ده هيفرق معانا رياضيا، وهيبقى في حس فني عند الجمهور ان احنا الجمهور يتقبل. كنا زمان بنقرا تواضع عند النصر وابتسم عند الهزيمه. ايوه، احنا ما بنشوفش ده خالص. يعني بنقرا ايه؟ كان زمان في ظهر الكشكول كده او الكراسه اللي احنا كنا بنكتب فيها نصائح، يعني اغسل يديك قبل الاكل وبعده، وعلى سور المدرسه ابتسم عند النصر. هو كلام وشعارات. صحيح. احنا بقى لا مش شعارات والله، دي لازم تبقى اصيله جوانا. لازم يعني هو دي تربيه بقى من واحنا صغيرين. وبعدين اعتقد ان علم النفس ليه دور. لما تيجي للنشء وهو صغير ما تخلوش يلعب وهو عنده 11 12 سنه 13 سنه على صراع النقطه والنقطتين ولازم تكسب والتعصب. لا، ممكن زي نطبق التجربه الاوروبيه. احنا ليه بناخد الجوانب السلبيه من اوروبا؟ ما احنا ممكن ناخد الجوانب الايجابيه. ما نلعبش لغايه 15 سنه منافسات على حسابات النقطه والنقطتين علشان يطلع في تنافس، ونجبر الولاد ان هم يسلموا على بعض من قطاع الناشئين. بالله دي مشكله كبيره في قطاع الناشئين اصلا، هنتعرض ليها لازم دلوقتي. نتكلم فيها. بس عايزين نقول ان احنا بنستقبل تليفونات حضراتكم او اتصالاتكم من اي خط ارضي على 0900 9115 ومن اي محمول على 1485. بتقول ما يبقاش فيه تنافس لغايه سن 15 سنه. طب انت دلوقتي تدخل اي ملعب ناشئين بيتمرنوا تحت 12 سنه تحت 14 سنه، هتلاقي اولياء الامور قاعدين، الابهات والاباء والامهات. اي ملعب ايه الاول يا كابتن؟ متربصين في كل اللعبات. لا، في كل اللعبات عايزين نتفق. اي ملعب ايه؟ في كل اللعبات قاعدين كده متربصين بالمدرب، هيعمل ايه؟ هيلاعب ابني ولا لا؟ طب خلينا نتكلم في النقطه لدرجه ان هم حتى بيتدخلوا مين يلعب في المركز ده ومين يلعب في المركز ده عشان ترتيب ابنه رقم كام في المركز ده، لو في 3 ولو في 2. حاجات غريبه جدا. احنا عندنا تكالب، كل الناس عاوزه تلعب كوره، كل اولياء الامور عاوزين اولادهم يلعبوا كوره. في ناس لو هتدفع فلوس ان هي تلعب كوره بيحصل. طب يا جماعه، هي في الاول في الاخر رزق ونصيب. في العاب تانية ممكن كلنا نتجه ليها. انا بمارس الرياضه مش بغرض كره القدم، الرياضه بغرض ان هي الرياضه. بعد كده انا مستواي يؤهلني للاحترافها ولا لا؟ بس صح اكيد. وعندنا كمان لازم نشوف احنا شاطرين في ايه يا وليد. يعني احنا دلوقتي معايير اختيار، مثلا معايير اختيار دي حاجه، وشاطرين في ايه كمان نهتم بيها على بال ما نشوف احنا هنختار المواهب ازاي. يعني مثلا كينيا دلوقتي شاطره في العدو المتوسطه والطويله، هي واثيوبيا، وركزوا على كده. احنا نركز، احنا شاطرين في التايكوندو والجودو والمصارعه والملاكمه، شاطرين في الالعاب الغير اولمبيه. الالعاب الغير اولمبيه كل دي اولمبيه والله. احنا في الاسكواش، في الكاراتيه، في كمال الاجسام، كل الالعاب الغير اولمبيه احنا مركزين عليها قوي وبنحقق فيها مراكز كويسه. طب تعالوا بقى نركز على الالعاب الاولمبيه شويه. طب تصدق بقى انه كان معانا ضيفنا في يعني يوم من الايام الاستاذ عاصم خليفه رئيس الاتحاد المصري والعربي للسكواش، وقال لنا كنا بنتكلم على اننا شاطرين في السكواش وليه كان ساعتها السكواش ممكن يدرج في الالعاب الاولمبيه. فاتكلم هو بصراحه وقال انه لما السكواش يدرج في الالعاب الاولمبيه هتتغير النتائج تماما. شفت حضرتك؟ شفت بقى؟ شفت حضرتك؟ طب ليه بقى تتغير تماما؟
عشان الناس دي بتستثمر في الرياضه. الرياضه استثمار، احنا بالنسبه لنا الرياضه رفاهيه، ده موضوع تاني. احنا هنقعد نتكلم في موضوعات كتير موضوعات كتير قوي، منتشره ومتوغله. موضوعات كتير. نعم. خلينا بقى نروح للزمالك شويه. الزمالك يستغني عن شيكابالا في يناير رغم اعتذاره، رفع الايقاف عن اللاعب وتغريمه ماليا، وصبري يرفض الانضمام للجهاز بسبب المنصب. طبعا الكلام عن الكابتن محمد صبري، رفض منصب المدرب المساعد مع الكابتن مؤمن سليمان. نادي الزمالك عمل تجربه متميزه جدا بالدفع بالكابتن مؤمن سليمان والاعتماد عليه في مباراه، يمكن مباراه الاسماعيلي ثم مباراه النادي الاهلي. قدر ان هو يصعد في بطوله افريقيا ويحقق كاس مصر في خطوه جريئه تحسب لرئيس نادي الزمالك عشان نكون صراحه. ولكن نادي الزمالك الحساب فيه بيكون على مراحل. مرحله الكابتن مؤمن، وده كلام على مسؤوليتي، مرحله الكابتن مؤمن هتكون مباراه الوداد. في حاله تجاوز مباراه الوداد وصعوده لنهائي افريقيا هيبقى كابتن مؤمن هو مدير فني لنادي الزمالك لغايه مرحله مباراه الوداد دي نقدر نتكلم. بعد مباراه الوداد ما نقدرش نتكلم. فهيبقى الكابتن مؤمن مدير فني لنادي الزمالك حتى مباراه الوداد. في حاله الفوز هيكمل، في حاله الخساره هيتم دعم الجهاز الفني المصري، الجهاز الفني لنادي الزمالك بمدير فني اجنبي، وبيتم دراسه الاسماء برضو من دلوقتي عشان يبقى الاسماء موجوده معاهم. الكابتن محمد صبري اعتذر على منصب مدرب مساعد. اعتقد ان حيثياته اللي جوه الاعتذار دي عشان برضو نتكلم في كواليسها. الكابتن محمد صبري ابن من ابناء نادي الزمالك. نعم. يمكن الجيل اللي قبل كابتن علاء عبد الغني. كابتن علاء عبد الغني لعب سنتين داخل نادي الزمالك، فهو اعتبر ان ده تقليل من شأنه ان هو يكون مدرب مساعد بعد كابتن علاء عبد الغني. في اسم مطروح لسه برضو يبقى مكان محمد صبري، جمال حمزه. جمال حمزه اسم كبير جدا، وبعتبره من ضمن افضل 10 لعيبه لعبوا في تاريخ نادي الزمالك. ولكن جمهور الزمالك زعلان من جمال حمزه وعاتب عليه على انضمامه للنادي الاهلي. ده ممكن يعرقل انضمام جمال حمزه للجهاز الفني. ما هو لازم برضو يعني تتغير الصوره ويتغير النظره شويه، يعني احتراف. شيكابالا هيفضل عنصر مهم جدا عند جمهور نادي الزمالك. الفتى المدلل. اتفقنا او اختلفنا، نجم كبير جدا. نعم. اسمه شيكابالا. يمكن هو غلط في حق نجوميته وحق موهبته بصوره كبيره. شيكابالا كان المفروض يكون ليه شأن اكبر من كده، ولكن شيكابالا عنده بعض الامور المره دي خارجه عن ارادته، مشاكل ارتباطه بالجمهور، الناس بتحبه، كل ده فارق عند مجلس الاداره. اعتقد ان هم كانوا 4 لعيبه ليهم انتماءات شويه او ارتباطهم بكل الجماهير، ده مأثر عليهم. شيكابالا، محمد ابراهيم، وعمر جابر كان ليهم ارتباط شويه بالجماهير، وبالتحديد جماهير الالتراس اللي مجلس الاداره او بالتحديد رئيس نادي الزمالك غاضب منهم. شايف ان شيكابالا ممكن ما يكملش، ممكن شيكابالا يكون في ليرس. توقعي ان هو في يناير فعلا يكون في ليرس. الكابتن احمد حسام ميدو مشرف على الكره في نادي ليرس ومستشار فني هناك، او بالتحديد هو هيكون مدير فني لنادي ليرس في الفتره القادمه، وهيحدد بياخد الدورات التدريبيه دلوقتي. وده خبر حصري لحضرتك ان هو بياخد الدورات التدريبيه دلوقتي، وعشان ممكن يجهز نفسه يكون مدير فني لليرس البلجيكي، وشيكابالا يكون ده احد عناصر الليرس البلجيكي في اي وقت يكون مع ميدو هناك في بلجيكا. نعم. عايزه برضو اعرف تقييمك لمساله عوده الاهلي والزمالك للمدرب الوطني. ايه مكاسب هذه القرارات في الاهلي والزمالك على المدرب المصري بصفه عامه؟ اول حاجه احنا عندنا ازمه دولار، فخلينا نتكلم بواقعيه. يعني احنا عندنا ازمه في الدولار، وفروا يعني فاحنا بنوفر الدولارات. ده عنصر مهم جدا ان احنا نوفر الدولارات. نعم. بعد الدولارات احنا اكتشفنا ان المدير الفني اللي بيجي ده، يعني مارتن يول كان جاي يتفسح في مصر، هو فاكر ان الدوري المصري هيكون مش بالقوه اللي هو متصورها، ما درسش موقفه كويس جدا. خلينا نتفق ان مثلا حد متعود على يتعامل في نظام بروفيشنال جدا، جه على راس منظومه مش احترافيه بالشكل الكامل، اعتقد ان هو مش هينجح. ولكن لو اتحط في المكان المناسب في البيئه بتاعته، هي دي اللي تضمن له النجاح. زي مارتن يول، ما شفناش مدير فني اضاف للكره المصريه بالاضافه الكامله. ما علمش حد تحت ايده، ما شفناش ان هو ليه طريقه لعب مميزه، بيقدر يقرا المباريات، ما قدمش جديد.
فاحنا عاوز خلاص الانفتاح اللي احنا عايشين فيه وفي الانترنت، طرق اللعب بقت مفتوحه، كل الناس بتتفرج على المباريات، بكتسب مهارات جديده. المهاره دي ممكن اكتسبها كمعلق او كمذيع او كمدير فني من خلال متابعتي المباريات، قرايه المباريات، الفرق الثانيه، طرق اللعب الحديثه. كل ده اعتقد ان احنا كمصريين مؤهلين بيه، ولكن احنا ينقصنا الدراسه. اي مدير فني في مصر، مش بتكلم على حد بعينه، بينقصنا الدراسه. انت ما بتدرسش، ما بتكملش، لازم تدمج النظري بالعملي، ولازم تبقى انت عندك تطلعات للدراسه ومعايشات مع الفرقه اللي بره. وكمان عندنا مشكله ان المدربين بتتعين، خلينا نتكلم بصراحه اكتر، عن طريق مجالس الادارات بالمحسوبيه وبالواسطه، وده يعرف ده وده يعرف ده. وعندنا كفاءات كبيره، مدربين كبار جدا مش موجودين على الساحه، واسماء كبيره جدا. مش عاوز اذكر حد عشان ما انساش حد، ولكن اسماء كبيره عشان ما انساش حد. هم كتير، هم كتير طبعا. طبعا عندنا مدربين واسماء كبيره جدا. لازم يبقى في معايير اختيار، ولازم تبقى معايير منطقيه وشفافه ومعروف. انا بختار كابتن حسام البدري معاييره كذا وكذا وكذا وكذا. اهم حاجه يبقى في معيار، ومعيار منطقي. صحيح، انا بتفق معاك. تعال نشوف راي الساده المشاهدين ايه، لان احنا طرحين سؤال النهارده، ايه رايهم في تعيين حسام البدري مديرا فنيا للفريق الاول في الاهلي. محمد ابراهيم بيقول: ارى ان قرار اختيار الكابتن البدري للقياده الفنيه للاهلي اختيار ممتاز. واحد، لقوه شخصيته، تاني حاجه لمعرفته باللاعب المصري والجوانب النفسيه والفنيه، ثالث حاجه تأسيس وبناء مدرسة تدريبية من أبناء الأهلي. أحمد محمود: من وجهة نظري الكابتن حسام البدري أفضل من الأجنبي ومناسب لهذه المرحلة، ولكنه لن يتم الموسم. كل الناس متوقعه ان كابتن حسام مش هيكمل. كابتن حسام اعتقد الانطباع ده غلط، يعني مش انطباع طيب يعني. ولكن كابتن حسام شخصيه محترمه جدا، بيحب النادي الاهلي وبيحب التدريب، واعتقد انه من افضل المدربين اللي موجودين في مصر. الناس بس هتثق في الكابتن حسام وتديله فرصه. كابتن حسام مش ساحر، الدوري هيبدا بعد 20 يوم، فلازم الجمهور الاهلي والجماهير تساند الكابتن حسام عشان هو محتاج مساندتهم دلوقتي. مستر احمد حسن بيقول: ارى ان الاهلي حاليا كان يحتاج لمدرب مصري، والبدري هو الانسب. معظم الكلام كله صالح الكابتن حسام البدري. احمد كريم بيقول: الاهلي اختصر الطريق بمدرب مصري، والبدري يمتلك من الشجاعه والخبره ما يكفي. عبد الرحمن الزملكاوي: عوده البدري للاهلي من جديد قد تقلق بعض جماهير الزمالك. انت منهم يا استاذ عبد الرحمن، من القلقانين ولا ايه؟ حمزه ناصر حنفي: اعتقد ان شخصيه المدرب المصري لا تصلح لقياده الاهلي. ماهر ابو شهاب: العيب مش في المدرب، العيب في الاداره، وبيقول انه المجلس فاشل كرويا، ويا ريت مدرب احمال اجنبي ومدرب حراس غير طارق سليمان. عمرو محمد بيقول ان المدير الفني المصري افضل من الاجنبي، اما بالنسبه للكابتن حسام فهو مدير فني رائع، واتمنى ان تنجح مسيرته مع الاهلي. واريد معرفه اخبار منتخب مصر. منتخب مصر خلاص هيبدا معسكره بكره هيبتدي ان شاء الله. وبشكرك على الكلمات اللطيفه، وبشكر كل الساده المشاهدين اللي بعتوا لنا على يعني كلام رائع في حقي وحق البرنامج. يا رب اكون حرف واحد منهم بس. كميل حمدي: مش دي مبادئ النادي الاهلي اللي رفضت رجوع الحضري وابراهيم سعيد والتوأم. مبادئ النادي الاهلي والكلام ده، النادي الاهلي محتاج كل اولاده. اعتقد ان اللي هيجي دوره في المرحله دي، اعتقد انه هيكون له دور مهم جدا. كابتن حسام ما اجرمش، كابتن حسام جاله عرض، عشان نكون منصفين، جاله عرض مادي ضعف 9 مرات اللي كان بياخده في النادي الاهلي. الراجل استأذن من كل شياكه: انا جاي عندي عرض تاني. هل اي حد في شغله، في مجال شغله، اكيد هيبقى منتمي وكل حاجه، ولكن كلنا بنشتغل عشان الماده في المقام الاول برضو يعني. ده الماده جزء مهم جدا في اعتباراتنا يعني. صحيح اكيد. عايزين نروح لاخبار عن كمان اتحاد الكره. هل يحقق المستقلون مفاجأة في انتخابات الجبلاية على كراسي العضوية ضد القائمة الوحيدة للأستاذ محمد أبو الخير؟ طب تيجي نعد للناجحين. يلا نعد. ولو ان البعض بيشوف ان ده ساعات بيبقى يعني ايه، زي ما نقول كده بنرجح كفه مرشح عن مرشح يعني. لا ان احنا بصي نقول مين اللي ناجحين من دلوقتي. الجمعيه العموميه في اتحاد الكوره سهله وبسيطه جدا، وتركيبتها معروفه.
في بعض القيادات اللي بتديرهم، و يعني خلاص التنافس مش موجود بالصوره الكبيره. نعم. خلينا نتفق، ما شفناش حد طلع قال لنا برنامجه الانتخابي ايه الاربع سنين اللي هي جايه هيكون ليه هدف، باستثناء الاستاذ محمد الطويله، هو الوحيد اللي اعلن على صفحته على الفيسبوك قال انا عندي برنامج. انا ما اعرفش الاستاذ محمد الطويله شخصيا، ولكن انا قريت البرنامج بتاعه. مجرد كلام. كنت اتمنى ان هو يطلع يعبر عن برنامجه في احد البرامج، يكون موجود في اي منبر يتكلم، يتم مناظرات ما بين الرؤساء اللي طالعين. اعتقد ان كل ده هيسري العمليه الانتخابيه. نعم. انما الانديه اهتمت بعنصر مهم جدا، عنصر الهدايا والفتابل واللبس. الهدايا وايه؟ والفوتبول. ايوه طيب. اهتموا جدا بالهدايا اللي جات لهم من المرشحين، وكانوا شاغلين دماغهم. انديه الصعيد انتفضت وخدت موقف. كان حاجز لهم المهندس هاني ابو ريده في احد الفنادق، رفضوا الحجز بتاعه. هم زعلانين منه وكانوا عاتبين عليه ان هو موجود في احد كان في وعد ان هو يضم 2 من انديه الصعيد، 2 مندوبين عن الصعيد يكونوا موجودين في القائمه، والقائمه فيها اماكن. نزل 3 من الصعيد ولكن لم يتم ضمهم. واعتقد ان هيبقى في منافسه ما بين العميد نادر الزيات والمهندس هاني ابو ريده على اصوات انديه الصعيد. خلينا نقسمها ان هي توزيع جغرافي. توزيع جغرافي. طيب نروح للمصري اليوم، واسلام صادق يكتب عن النادي الاسماعيلي اتجاه لتعيين ابراهيم عثمان رئيسا للاسماعيلي، وسليمان يهرب باللاعبين الى برج العرب، والمقصود طبعا الكابتن عماد سليمان المدير الفني للفريق. العميد محمد ابو السعود خلاص اليوم انتهت علاقته رسميا بالنادي الاسماعيلي. اعلن انه خلاص نهايه الشهر خلاص هو انتهت علاقته رسميا بالنادي الاسماعيلي. اللي بيدير النادي الاسماعيلي دلوقتي لجنه من مديريه الشباب والرياضه هي اللي مسؤوله عن النادي. الفتره اللي جايه الوزير كان موجود في البرازيل، قعد مع رئيس اللجنه الاولمبيه الدوليه. هيتم تعيين بعض المجالس اللي انتهت مدتها، منهم النادي الاسماعيلي هيكون متعين له حد. العثمانيين طبعا كل مره اسمهم بيطرح، ولكن في بعض الاصوات برضو من بره اسماعيليه. في يحيى الكومي برضو اسمه مطروح. الفتره اللي جايه هيتم تعيين مجلس بالتنسيق ما بين محافظ الاسماعيليه ووزير الشباب والرياضه، هيعلن عنه. والعميد ابو السعود بصدد اصدار بيان يقول فيه انجازاته عن الفتره اللي فاتت، ويبقى جمهور الاسماعيلي انجازاته هي ان فريق الكوره يكون في مستوى طيب. الجمهور الاسماعيلي غير راضي عن فريق الكوره. نعم. اتمنى التوفيق للاسماعيلي، أكيد لانه طبعاً. فعلا نكهه جميله في الكره المصريه. ليه شكل طبعا، ولما بيكون موجود اعتقد ان ده بيكون في صالح الكره المصريه والشكل العام للدوري المصري. صحيح. نشوف الخبر ده بقى، وعايز اعرف رايك فيه ايه من الاهرام. السيد البدوي الغندور في انذار شديد اللهجه. الكابتن جمال الغندور بيتكلم عن اعتراض الجهاز الفني على التحكيم في الموسم الجديد يساوي ركله جزاء، وبيقول انه أكد جمال الغندور رئيس لجنة الحكام أن هناك تعديلات كثيرة سوف يتم تطبيقها مع بداية الموسم الجديد على قوانين اللعبة، من بينها احتساب ركلة جزاء كعقوبة على الفريق الذي يقوم أحد أفراد جهازه الفني بدخول أرض الملعب للاعتراض على قرارات حكم اللقاء، مشيرا إلى أن تلك التعديلات سوف تعيد الانضباط إلى الملاعب من جديد. كم ركلة جزاء تتوقع احتسابها في الدوري المصري؟ كم خناقة هنواجهها يا كابتن حسام. احنا مش ناقصين يا كابتن جمال، احنا مش ناقصين. مشاكلنا كلها الرياضة عندنا بتدار من محاكم. ارجوك احنا مش ناقصين القرارات دي، مش ناقصين القرارات دي يا كابتن حسام يا كابتن جمال. نعم. نروح للاخبار اللي يعني تتطرق للبعثة الأولمبية في ريو دي جانيرو. كان في كلام طبعا على ان في طبيبه اخصائيه اطفال وحديثي الولاده كانت ضمن البعثه الطبيه. رئيس الوفد الطبي لبعثه مصر الدكتور حسن كمال، وهو رئيس اللجنه الطبيه في اللجنه الاولمبيه المصريه، بيقول لم نتلقى اي ترشيحات لعنصر طبي نسائي سوى لاتحاد التايكوندو. هي مرشحه من اتحاد التايكوندو اصلا. يعني ما تابعتش الموضوع ده، مش هقول فيه حاجه، بس انا ما تابعتوش فعلا. لو حضرتك عندك معلومه فيها بقى. هم بيبعتوا للاتحادات عشان يرشحوا اطباء من خلال الاتحادات. يتم اختيار يعني بعضهم للبعثه الطبيه. فكانوا طبعا محتاجين طبيبه علشان اللاعبات في معايير للاختيار الموجودات. في معايير للاختيار. هو لازم يكون في معايير، يعني ما ينفعش يبقى في طبيبه تخصصها اطفال وحديثي الولاده عشان هي الترشيح الوحيد يبقى هي اللي تبقى موجوده. مين بقى؟ اتحاد التايكوندو. يبقى تبع مين في اتحاد التايكوندو؟ الله اعلم.
يعني احنا بنتمنى الافضل للجنه الاولمبيه المصريه طبعا والرياضه المصريه بوجه عام. اللواء مجدي اللوزي في حوار للاهرام اجراه خالد فؤاد وممدوح فهمي، الانتماء والتخطيط الجيد وراء الطفره الرياضيه لابناء المؤسسه العسكريه، خساره حسام اصعب لحظاتي في ريو، ومشروع البطل الاولمبي بذره النجاح. وبيتكلم طبعا عن خساره حسام بكر في دور الثمانيه في المؤسسه منافسات العسكريه مطلعه لنا ابطال في الالعاب الاخرى، صحيح. واعتقد ان هي مهتمه بالاطار ده. نتمنى يعني ساره سمير ومحمد ايهاب من ابناء المؤسسه العسكريه. هم مهتمين بالالعاب الاخرى وعندهم استراتيجيه شغالين عليها. اتمنى ان مشروع البطل الاولمبي ده يرجع من تاني، وان احنا نبتدي من النهارده بجد نشتغل على الاولمبيات القادمه في طوكيو ان شاء الله. نشتغل مش نتصارع على المناصب ونتكالب عليها ونجري على المحاكم واتحادات واربع سنين ونتكلم في اللوائح. احنا بنتكلم في اللوائح اكتر ما بنتكلم في الرياضه. امل الاربع سنين اللي جايين نشتغل على ده. عندنا بذره وعندنا امل في الولاد اللي حققوا، وعندنا امل في هدايه ملاك، وعندنا امل في ساره سمير، وعندنا امل ان احنا يكون الفتره القادمه دي نواه ان احنا نقول فعلا المره الجايه احنا هندخل ناخد 8 ميداليات، وليه ما يبقوش 10، وليه ما يبقاش عندنا طموح إن شاء الله. نختار من دلوقتي على اسس علميه من خلالها نقدر نحقق ابطالنا دول يحققوا مراكز في الاولمبياد، ونهتم بالالعاب بعينها. مش عيب ان انا اركز على لعبتين. لما حضرتك تعرفي ان انجلترا بحجمها صرفت 218 مليون جنيه استرليني على الالعاب، اكتر لعبه صرفت فيها هي التجديف. نعم. 32 مليون جنيه استرليني. واحنا عندنا يعني مجرى نهر النيل، يعني اللي عايز يتدرب طول اليوم تجديف يتدرب. السباحه المفتوحه كنا ابطال البحر الاحمر والبحر المتوسط. كان في سباق عندنا مشهور جدا اسمه سباق النيل الدولي، بيجي يشارك فيه كل السباحين. يعني في امور تحتاج لاعاده نظر. بشكرك يا وليد، نورتنا النهارده في صفحه الرياضه. شكرا جزيلا. شكرا.